الفائقة على الاحتفاظ بالكرة رغم الظروف الصعبة ورغم تضييعهم لعدد كبير من الكرات. الكرة البينية ليو راح، ليو انطلق، ليو وصل، ليو مازال، ليو 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 عند الدقيقة 43. يا له من حظ ويا له من ليو. قلت الحظ قبل ليو وقبل سواريز. نعم الاتليتيكو كان ضاغط، الاتليتيكو كان مسيطر. الفرصة الأولى في المباراة حطها برشلونة في الشباك بعد أن استلمها ليو. افتح لنفسه الطريق أمام 1 2 3 4. شوف الإعادة، واحد أمامه، الثاني جاء والثالث الحق والرابع من هناك. ميسي فتح الطريق ولا واحد يتقدم. لم يكن متسللا سواريز في الأماكن والأوقات اللازمة. القط الأوروغواياني يفتح مجال التسجيل للبارسا. لا يسدد الحارس، يصد الأولى ولا يقدر على الثانية لأن صاحبها لويس سواريز. جول أول لبرشلونة في الكامب نو في الدقيقتين الأخيرتين. برشلونة ب7 أرواح يتمكن من تسجيل هدف غالي غالي غالي، هدف ثمين جدا للبارسا في اللحظات الأخيرة من عمر الشوط الأول. يا سواريز هداف وقناص وثعلب وقط وماكر وكل أسماء المكر تطبق على لويس سواريز. المكر الفني والكروي طبعا. أنا لا أتحدث عن الشخص وإنما أتحدث عن اللاعب، أصلا لا أعرف الشخص. فرمية كرة بعيدة من هناك على الجهة اليسرى تروح مباشرة للمدافع لوكاس هرنانديز، يلعبها مع فيليب لويز، يحاول يتوغل يلعبها في الوسط. غريزمان جول غريزمان كمان ترايا. الفرنسي للفرنسي كيفن غاميرو عوض دقيقتان بعد ان ضيع ضربة الجزاء. 7 دقائق قات على نهاية المباراة. نهض ديغو سيميوني من سباته في هذه اللحظات. يعود الامل الى اتلتيكو. كم كانت اللعبة رائعة. قلما اللاعبين يفكروا بهذا الشكل. غريزمان حطها على طبق من هناك في اتجاه كيفن غاميرو. تفكير بهذا الشكل وفي رمشة عين لا يكفي. اي نعم ممكن تفكر ولكن تاخذ وقت. غريزمان في رمشة عين فكر ان يحط الكرة مباشرة لكيفن غاميرو. هذه